السلام عليكم. ازيكم يا ابطال؟ التغذيه السليمه والصحيه من اهم عوامل بناء الجسم والعضلات، ومن اهم الحاجات المفيده اللي اللعيبه كلها بتهملها هي اكل الفواكه، لان الفواكه مصدر طبيعي للمعادن، الفيتامينات، الالياف اللي الجسم بيحتاجها. والنهارده ان شاء الله هتكلمك عن اهم الفواكه اللي هتفيدك كرياضي والبناء جسمك. اول فاكهه هتكلم عنها وتقريبا اللي مش عليها خلاف، اذا كنت بتضخم او بتنشف الفرق بس في الكميه اللي انت بتاخدها في يومك، اللي الكل متفق عليها هو الموز. ومن اهم الحاجات اللي الموز بيحتوي عليها هي الكربوهيدرات اللي بتمدك في الطاقه في التمرين، والبوتاسيوم اللي بيظبط لك ضغط الدم واللي بيقلل من تقلصات العضلات. تاني حاجه معايا واللي تقريبا معظمنا ما يعرفش هي مفيده في ايه او بتحتوي على ايه، الكيوي. الكيوي بيحتوي على فيتامين سي عالي جدا، ده طبعا اللي بيساعدنا في جهاز مناعي اقوى وحاجات تانية كتير. الفيتامين سي اللي انا اتكلمت عنه في حلقه قبل كده، وبيحتوي على كالوري قليل، وده اللي بيساعدنا في الدايت بتاعنا. ومن الفواكه المفيده اللي معظمنا تقريبا ما يعرفش عنها حاجه، لا ده اكيد ما يعرفوش عنها حاجه ولا بيدخلوها في نظامهم الغذائي، الافوكادو. الافوكادو بيحتوي على عناصر وفيتامينات كتير جدا، تقريبا اكتر من 25 نوع فيتامين ومعدن، من اهمهم الاي والبي والسي والكي والاي والنحاس والفوسفور والمغنيسيوم والبوتاسيوم. وكمان بتحتوي على الالياف، نسبه عاليه من الالياف، وكمان بتحتوي على البروتين بنسبه صغيره. ومن مميزات الافوكادو برضو ان هو بيحتوي على سعرات حراريه عاليه، وده اللي هيساعدنا في ان احنا نزيد في الوزن. اقدر برضه استخدمه حتى لو انت بتخس او بتنشف، هي الفكره كلها قايمه على الكميه، زي ما اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده. انا محتاج ان انا اخد العناصر الغذائيه اللي في الفاكهه ديت، لكن من غير ما ازيد في الميزان. ماشي، خد لك نص قطعه او قطعه كامله، حبه كامله قبل التمرين، خدها عصير، خدها سلطه فاكهه، خدها زي ما تاخدها، نص او قطعه كامله. طيب انا واحد عايز ازيد في الميزان، خد لك من واحده ونص ل2. واخر فاكهه هتكلم عنها النهارده المتربعه على عرش الفيتامين سي، الجوافه. نظرا لاحتواء الجوافه او تعتبر من الفواكه اللي بتحتوي على اكبر نسبه فيتامين سي. فيتامين سي يبقى على طول تلقائيا هتكلم عن او هتفيد الجهاز المناعي، فيعود عليه ان مناعتك هتبقى اقوى وصحتك هتكون افضل. بتحتوي تقريبا على ضعف نسبه البوتاسيوم الموجوده في الموز، فده معناه ان هي بتظبط لك ضغط الدم، وان هي بتقلل من التقلصات العضليه في التمرين. وبتحتوي على نسبه الياف كويسه، وده بيعود عليه ان هي بتحسن وظائف الجهاز الهضمي. فالجوافه من الفواكه اللي تقريبا ما ينفعش تخرج بره نظامك الغذائي، حافظ عليها. واهم حاجه عايز اقولها لك، خليك رياضي، خليك صحي، خليك ذكي.